شو صار بالأكراد، لسه ما دخلوا ولا حي كردي ولا حارة ولا ضيعة كردية. يعني هذا اللي كله عم تشوفه هذا تضخيم وفزلكة يعني. يعني لسه ما وصلون، يعني أخذوا 80% من الجزيرة ولسه ما وصلون. هلأ على العكس اللي قاعدين بالجزيرة عم يتعرضوا لانتهاكات. بجوز انت ما عم تشوف اخبار الطرف الثاني، بس من امبارح لليوم ملاقين شي 7 شباب مكبلين ومقتولين، وهن على الاغلب انه ناس بدها ترجع على بيتها، انه قاتلينهم كانوا معهم وفاش قتلون يعني. شغلة تانية، هلا الحسكة والقامشلي هدول المدينتين هلا عم يقولوا انه ما في خبز. القناصين والدوريات تبعهم قصاد مانعين الناس يتحركوا لا يعني طولي بالك مو لهي الدرجة. لهي الدرجة وأكتر. لا روحوا طولي تابعوا بالك طولي بالك صفحات يعني. أهل الجزيرة. لا طولي بالك مو لهي الدرجة. ما في شيء هون. ماشي، إن شاء الله ما يكون في هيك شيء، في إن في شاء الله يا حظر رب. في حظر تجول، في توقيت انه ممنوع العالم تطلع فيه، بس قناصين وما بعرف ايش هذا الشيء كله ما طيب موجود. هلا نشروا انه شابين لقون ماسكين مربطين وقاتلينهم. عزل يعني هلا قبل شي ساعة. امبارح نزعت الشي، اول امبارح لا كان في فلول 8 كانوا 8 من عائلة. أنا فلول فلول شو كانوا. هالمصطلحات هي، خلاص هيك بس نرميها وبس. 8 من عائلة وحدة بحي بالحسكة قبرون مع بعض، يعني الجنازة وحدة عملوا لهم. مثل هذا اللي هدول كسر القبور كلها. لا شوف، يعني هلا انت بدك تفرق هدول بين فلول هدول. تضخيم بعض الممارسات السيئة. مثلا هذا اللي ماسك الضفيرة سيء، فعل سيء، بس ما بنقابله بقتل الناس. يعني انت ما بتقارن بين قتل الناس الدم وهيك افعال لناس ممكن عندهم مشاكل نفسية مثلا. يعني انت ما بتقابل هذا الشيء بهذا الشيء. انا شايف عم يعني بس ثواني. انا شايف يا انسي انه الكل عنده مشاكل نفسيه، الكل. يعني انا اليوم شفت فيديو ما بقدر اعرضه، يا ريت فيني اعرضه، بس ممكن افتح لايف من حساب تاني واعرضه لو انحظرت، ما عندي مشكله. هلا شو هالوحشيه هي؟ استاذ هاني هي كلها افرازات الحرب، بس الناس ما عم تستوعب بعضها. من كل الاطراف صار في مشاكل نفسيه، ممكن عند كل الاطراف. هلا مثلا الناس اللي عم تقتل حالها لانه انسحبوا من مثلا من الشيخ مقصود الاشرفيه، في ناس قتلوا حالهم. يعني هذا شو سببه يعني مشكله نفسيه. تمام. فكل الناس كلها بسوريا عندها مشاكل نفسية، هذا ما بنقدر ننكره. معنا مشكلة نفسية. نتيجة قتلوا حالهم كرمال ما يسلموا حالهم لهالكلاب البقم اللي هجموا عليهم. هن على ليش هلا الطرف انت الآخر مفكرة كمان ليش عم هلا يقولوا. انت مفكرة ممكن تحطي كتم يوم اللي بدي احكي؟ هذا لأنه أنا الاسلوب كنت اللي أحكي بتحكوا، وأنت هذا قطعتني. الاسلوب لا، لانه أنا كنت حكيك أحكي وأنت قطعتني. انت من كان وقت في ما طلعتي عندك لهي الثانية أسئلة كله أستاذ كذب عم هاني؟ تحكي. لا ما طيب كذب، روح تأكد من انسي المعلومات. انسي خليكي معنا، خلي بلاك يعطي مداخلته وبعدين بتجاوبي انت. بس تفضل بلاك. أستاذ هاني، انا هذا الشيء بيستفزني استاذ هاني. قناصين ونقت سوريا بكل ثانية. لك ما فيك تنكري هذا الشيء. طيب اسمعيني من تحت وبس اخلص بطالعك. هذا الاسلوب اللي بتتبعوه مع كل ثانية، كل لحظة عم تمر عم ينقتل حدا فيها. هلا ايش هالسكوب هذا اللي هلا على الحسكة والقامشلي؟ يعني ما عم بفهم. وقناصين وخبز ما في هذا الشيء كله ما موجود لسه. ايه في هلا مشاكل، في مشاكل. شادي حط كتم.
لا في لا لا، ما مشاكل حوقف معك انه انت صح عم تحكي، انا ابن حسكه وبعرف، فهمت علي؟ صح عم تمام، تحكي. في مشاكل، هذا الشيء ما بننكره نحن، بس مو لدرجة والله القناصين وقتل. أي حدا بيخون، أي حدا بيخون انتوا بتعرفوا شو جزاته بالجيش. مين نزل جبرييلا؟ والخيانة مين نزل؟ هي عظمى، يعني بس إن ثواني خانت البشر ليوم. تفضل. بلاك، مين نزل جبرييلا؟ جبرييلا ما حدا نزلك، انت نزلتي لحالك. هي عم تقول ايه حدا نزلني، بس ما هي مين مشكلة مين عادي يعني. مين حينزله؟ لا لا مو عادي. انت بس بين ثواني، انت لا كتب عندك مين؟ دقيقة لشوف، مودريتور. دقيقة لشوف. مو مبين عندي حدا نزلها. عادي عادي استاذ هاني، بتحصل لا بتحصل. لا لا مو عادي، مو عادي. م- ممكن انا كمان هلا شوي بس برجع. فهي لا القصة، يعني هذا هلا هذا دقيقة التضخيم دقيقة استاذ دقيقة، هاني. خليك معي خليك معي خليك معي. شوف مين هلا المشرفين هون. شوف مين عندي مشرفين، خليك معي خليك معي. هلا عندي مشرفين: زهير الصفدي، سيموشا، فراس بيك الكبير، حليمة، بلاك ليست، جابرييلا، وذا كينج. ما عندي مشرفين غيركم. ايه ما بعرف، ممكن فراس ما خطأ. حينزله، فراس ما حينزله، سيموشا ما حتنزله. لا لا، الكل نحن اصدقائنا يعني. لا ممكن حصل، عادي عادي استاذ هاني، ما تاخذ هلا اللايك كرمال مين نزله وكذا، بتحصل يعني. لا لا لا، انا بهمني يعني خصوصي انتو حدا ينزلكم، هذا ما بتشتغل معي نهائيا. يعني بلغي كل المودريتورز، خليك انت وجابرييلا بس. حبيبي حبيبي استاذ هاني. ايه، فخليني بس اكمل وبعدين بتاخذ الشباب. هذا الاسلوب اللي هلا بيتبعوه، آه والله قناصين وما بعرف ايش. نحن انت هلا عم تتناقشي مع شخص ابن المنطقة، عندي اخبار كل لحظة، عندي عالم هونيك. مثل ما هلا في حدا من الساحل وعنده اقربائه وعنده اصدقائه هونيك عم ينقلوا الاخبار اول باول. كلياتنا نحن عم ينقلوا لنا الاخبار. هاي التغطيه الاعلاميه، وهلا بدكم تطالعوا قسد. انا ماني مع سياسه قسد، بس لتتوضح الصوره، انا ضد كل شخص بده يقسم سوريا. بس هذا مو بيعطي لك الحق. هلا ما في خبز والقناصين والعالم ما عم تطلع، في حظر تجول، في توقيت معين ما عم يسمحوا لحدا يطلع. ليش؟ لأنه في خيانات. عزل وعزل، ليش بالساحل ما كانوا عزل اللي قتلوهم؟ بس هدوك ما بتحكوا عليهم. وإيش انزعجت مني يوم اللي قلت فلول هدول، لأنه نحن فطايس. نحن أي حدا بيموت من عنا فطايس، بس هن شهداء. تفضلوا. طيب جابرييلا، اهلا وسهلا فيك، يسعد مساك. يسعد مساك أستاذ هاني. أنا بس كان بدي أحكي الكلام نفسه اللي حكاه بلاكليست بصراحة، فهو اختصر كثير علي، فتفضلوا يعني إذا حدا بيحب يحكي. طيب اهلا وسهلا فيك باندام شادي دمشقي. بس خلنا ناخذ خلنا نمشي بالدور، ننظم الدور. تفضل عماد. عماد، صباح الخير عمو هاني. صباح النور. يسعد لي صباحك. صوت الحق، صوت حبيبي المساكين في سوريا. والله العظيم انت انسان كتير محترم، انا بتابعك كتير كتير. طبعا انا ككردي بروح على محطة القنوات تبعيتي واشوفه، بس الحكي اللي عم بيطلع انه كردي عم بيقتل بيذبح، والله العظيم كله كذب كذب، الا اذا واحد معه سلاح وعشاير. تعرف هنيك في بعض منهم منشقين عن الكرد، بده يقتل كذا بيشوفوه، لاني كل حاره مراقب عنا. فعنا مئات الالوف صار جوا، لاني جاي من كردستان العراق، من ايران، من تركيا، وهلا عم بيجوا حوالي 50-60 الف من تركيا، ما شو بده يدخلوا على الكوباني. ظلم عند الكرد مستحيل تلاقي. عمو هاني، انت طالع اجرام على الكرد. انا ما بمدح كثير، حروب تعرف. كلهم هدول عصابات الجولاني بيطبقوه عندهم بالغرف تبعيتهم باسم الكرد، في بيعرفوا يحكوا كرد كتر المعاشرة معهم.
بيحكوا معهم وبيطلعوا على الهدف بيقولوا الكود هيك سووا، ولا في شيء بالحسك، كله عم بيطلعوا لبرا، مشوا اكل وشرب كله موجود، ما عدا كوباني. كوباني محاصر لاني جولاني اكل حقه بكوباني لبس نسوان وهرب، لاني ما هو رجال، كان يفطس يموت. ضل حارة بكوباني تهدم كله. فضل رب العالمين الله نصرنا فيه. الكلب الفطيس الجولاني انقلع طلع لعدلب. انا بشكرك كثير، انا معك على الجيست عم هاني، او نزلني اذا طيب بدك. طيب، اهلا وسهلا فيك. لا خليك. دمشقي تفضل. يعطيك العافية أستاذ هاني. الله يعافيك. هلا. يعني أنا أستاذ هاني مستغرب من هالأمور اللي عم تحصل. يعني هلأ بدي أقول لك شغلة، نحن عنا دولة هلأ، الدولة هلأ المستلم البلد دولة كتير محترمة. أنا كل يوم كثير بحضر أخبار، ومتابع. كثير محترمة أكثر ما تتصور. هلأ أنا عم أقدم مداخلتي، إذا بدكم تضحكوا بتضحكوا إيه على والله حالكم بصراحة وتنزلوني. يعني ضحكتني اليوم، هاي هلأ أول أنا ضحكة. هلأ هاي أنت أول ضحكة. مودريتر، هلأ بحكي كلمة بتنزلني دغري. أنا عم أقدم مداخلة. هلا ما بعرف إذا عجبني كلامك وما بتكذب مثل يعني هاي الكشة آسف اللي هلا أنت خليه أنت افتتحتها. يتفضل أنت يقدم مداخلته. تفضل انت دمشقي، مودريتر، هلا بحكي كمل. يا بتنزلني. أختي انا لا يحكي بس لا ما لا اللي يضحكنا. كمل. بدكم اياه انتم، بتحكوا نحن ممنوع يعني. يا أخي احكي اللي بدك إياه، احكي اللي بدك إياه. طيب رح اغير المحور. استاذ هاني، اي استاذ والله يا هاني، ريت. انت بتعرف عبد الحليم خدام؟ على المحور الإنسانية والرحمة ودين هلا الله بلشت تحكي. المقاطعه. استاذ هاني بنزل، كوبرا انا اذا خي، خلص بنزل. كوبرا يلا خليه سكر يكمل صوتي. مداخلته ما عشان حدا ما يقطع. يقاطعه، ما حدا يقاطعه. تفضل دمشقي. بس حدا قاطعني لحالي، نزلوني لحالي، يعني ما بدي احكي، نزلوني. ما حدا حيقاطعك، ما حدا لا لسه ما حيقاطعك. حكينا كلمتين على الدولة محترمة، صاروا يضحكوا كذا. مو مشكلة، تضحكوا ولا تشبعوا. هلا طيب والله. خلصنا، كمل يا زلمه. طيب تفضل. تضحكوا. لا اله لك يا الا أخي الله. كمل، شو بدك منهم؟ شو بدك استاذ منهم؟ استاذ هاني، رح اغير المحور انا بس لانه تضحكوا. انت عبد الحليم خدام تعرفه استاذ هاني، ما هيك؟ طبعا. طبعا. عبد الحليم خدام 30 سنة كان نائب حافظ الاسد المقبور. 30 سنة. هلا راح عبد الحليم خدام. لا خليني أنا بدي هلا. انا بدي وصلك لشغله يا حبيبي يا استاذ يا أخي هاني. شو بدك توصلني؟ انتبه علي. هلا بتطلعوا بتقولوا لي الجيش وبراميل. راح هذاك الأسد اخي السلام عليكم. السلام عليكم. لك يا السلام أخي عليكم. أنا انتبه علي. نزل. أخي أنا شو بدي عبد الحليم خدام؟ ليش المشاعر نزلته؟ عندهم، خليه يحكي رأيه المشاعر بس عندهم. هو بدون نزل إطار هذا كوبرا. الرحمة والدين والإنسانية. ما حدا ببلش نزل ببلش لحاله. ما عنده لسان يحكي، هرب. بس يا أخي والله حكومة محترمة هاي. يعني اهم شيء قال لك الدوله محترمه، عندنا دوله محترمه. وين الاحترام؟ وين الاحترام؟ دوله عم تقتل شعبها. وين الاحترام؟ بلشوا بالساحل، راحوا فجروا كنائس المسيحيه، بعدين راحوا على اخواننا الدروز، هلا الاكراد. وين الاحترام؟ حدا يطلع يقول لي وين الاحترام تبع الدوله هاي؟ عمي هاني دبر بس استاذ اسف على مقاطعتك، صاحب البيس ام ار، الكراد ما راحوا، لا ابدا. الكراد قاموا من جد. هلا المحافظه الكراد ضل الكراد الاصليين فيها. يعني ما في، مع احترامي للشرفاء، اذا كان في شرفاء مع احترامي مثلك، يعني انه ما في حدا من هدول الجماعه اللي يخونوهم. فالكراد الاصليين ضل المحافظه الحسك والقامشلي والكوباني، فمستحيل ينكسرون. يجربوا حالهم، خلي يجربون. اسف على المقاطعه. طارق رح اجي لعندك. كوبرا تفضل. ما ما بأسف. تفضل طارق. حبيبي الله يرضى عليك. بس يعني كوبرا عم يقول يتفضلوا يجوا، ما يتفضلوا يجوا، عم يدعي للقتل. ما حدا منكم لا استهزأ ولا تضحك. غريبة فيكم. هذاك قال لكم عنا دولة محترمة، كلكم أخذتوها مسخرة وتريقة. يعني عيب. يعني هل دماءنا نحن رخيصة عليكم لهالدرجة؟
ايه انتوا دماغكم رخيص. في دستر مية برافو جولاني عليك، عادي، برافو في دستر عليك. مية الجولاني. انت برافو انتوا عليك، افتصوا، انت انتوا بطل، افتصوا. انت بطل قومي، اي انت واحد بيحكي، انا بطل ما بعرف قومي. اي واحد انتوا بيحكي، احمر لو حط الازرق. ميوت، حط ميوت وخليك بطل قومي للاكراد جماعة اوجلان. ايوه حط ميوت، بطل حط قومي ميوت. وتاج راسك ما دام انت بتكون لا داعش يا حول، حط عرس. ميوت يا ولد. خليك جماعة الدواعش مؤدب، انا ولا عارف. براي عليكم على الدواعش. خليك تفضل مؤدب، لا تكون مبسوط داعشي، يا صاحب اللايف. لا تكون داعشي. على الاقل انا شوف يا داعشي، انا نسواني وشبابي واولادي واخواتي حرروكم من دواعش. لما تقول يا باقا مصدق يا حالك باقا انت ولفوني مصدق بالاصفر، حالك عن جد، لفوني. مصدق حالك. انت شو سكر صوتك، لكن امبارح سكر. شفنا انت شو الدواعش عملت؟ بالمانيا رحت على تبعين قبور اليبكة الشهداء 25,000 شهيد شفناكم امبارح اللي حرروكم بألمانيا. من داعش، شفنا اليوم عم تكسروا الفيديوهات عم القبور. تهددوا بذبح اطفالنا، شفناها على سكر صوتك الفيديوهات. لجاوبك، سكر صوتك. واضحة شكل ناس واضحة بألمانيا ما حدا الفيديوهات. انتوا شو الفيديوهات. عملتوا يا ما حدا بالشهداء اللي بألمانيا دافعوا حطت عنكم؟ عينك وده. حرروكم من الفيديوهات دواعش. يا انتوا شو ولد. عملتوا؟ كسرتوا القبور يا لحظة، ما حدا يفتح المايك، ما حدا يفتح المايك شباب، هيك ما رح نفهم ولا شيء. بس دقيقة ثواني. كوبرا، لا كوبرا، إذا بتفتح مرة تانية المايك رح أنزلك. خليه طارق يكمل وبعدين بترد عليه. بجاوبه تمام، ما حدا تمام. يقاطع، ما حدا يقاطع. تفضل تفضل طارق. طارق. حبيبي الله يرضى عليك. يعني انتم المفروض على هالمنصه يا تنصفوا الناس بحذافيرها يا اما تسكروا المنصه. لا وصل تقولوا انت ايش معترف. بدك، اعطينا على لك هلا راسي على مساحتك. راسي تفضل. على راسي. كلياتنا اليوم سمعنا تهديد الاكراد بذبح اطفال العرب بالمانيا وباوروبا، كلياتنا سمعناها. لا تعد تبرر، وانتم خلفاء الدواعش، وانتم اللي صنعتوا الدواعش وكل اعلام الدواعش بمقراتكم. لك هدول جواسيس ضليتوا. هدول بس جواسيس اسمح تراب لي، دافنين اسمح بين لي. الكرد هيك عملوا. يا اخي ما عم في كرد هيك تسكتوا. بيعمل. يا اخي عم يفتحوا مايك. يا اخي ما حدا بيخلوا حدا يقاطعه يا يحكي. جماعة، ما حدا يقاطعه. تفضل. ما حدا بيخلوا حدا يحكي. يا اخي تفضل. والله من الشيخ مقصود قلنا لهم يا جماعه يا حبايب، نحن اهل، نحن اخوات، ما قبلوا الا يلا قربوا لنفرجيكم. خلصنا من الشيخ مقصود، رحنا على دير حافظ. يا جماعه والله قربوا لنعمل ونترك ولنسوي. يا جماعه نحن يا اخي هذا أهلاً زلمه يا عم جماعة. يكذب على انتوا لا جاي إله تسمعون إلا الكذب الله. يعني. يا اذا زلمه تنزلوني حط ميوت يا كوبرا زلمه. انا شفت ميوت. نزلتك، كوبرا بعتذر، انا نزلتك لانه نبهتك ما تفتح المايك. تفضل. يا بس اخي الكريم يخلص. اليوم يا اخي الكريم عم يطمسوا حقائق ونحن عم ننادي فيها على العلن، وكل حكام العالم قرت خطابنا اليوم. يا جماعه انتم اهلنا بيجوا بيذبحونا. اخر مزره لهم اليوم الصبح بعين العرب 22 شخص مقيده ايديهم رشوهم يا زلمه. طيب طارق، عندي سؤال. تفضل. اخي تفضل. العزيز، بما انه انت عم تحكي هلا بوحدة سوريا وانت ضد الدم اللي عم ينسفك. اخي انا ما حكيت، انا ما بحكي خطاب حكومه، انا عم تمام. بحكي فيديوهات شايفها وعم نحن بحكي خطاب شعبي. تماما انا عشته. تماما انا ما تماما عم بحكي باي خطاب، انا لا منتمي لا لاي طائفه ولا لاي حزب، انا عم بحكي تمام. ببيئه انا عشتها. طيب الشيء اللي صار بالساحل وبالسويدة وتفجير الكنيسة وهلا وصلوا على الأكراد، هل معقول هاي الحكومة يعني هي واللي بيتبع هذا الفكر للحكومة، هل معقول الحكومة هي الصح والأقليات كلهم غلط؟ يا اخي الكريم هلا انا قلت لك، انا خطابي، انا ابن بيئه، ابن شعب، انا ابن مدينه جبله. يوم انقلاب الساحل تسمح لي بدرع الساحل؟ سمعان بدرع الساحل انت؟ سمعان طيب كيف ما فتح؟ كان في ولا دليل طلع. انتم ما الحكومة صرحت تسالني ما بتخليني انه صار في تجاوزات. نعم تفضل. طيب دقيقة، الحكومة صرحت انه صار في تجاوزات، بس كانت عم تحكي عن الفلول. انا لهي الثانية ما شفت ولا صورة لشخص من الفلول. انتم بس الفيديوهات اللي شفتهم كيف عم تقتلوا المدنيين والاطفال يعني والنسوان، ما شفت ولا فيديو ولا صورة لواحد فلول. يا اخي طالع صورة واحدة. يا سيدي الكريم، يا سيد لو سمحت يا فتح عينتينك التتين، يا اما لا تحكي. والله انا ما مفتح حكيت كتير لا منيح. بخطاب حكومه ولا بخطاب دوله، ولا قلت انا مع ولا انا قلت ضد. بس انا بعرف اللي هجم على اهلي بمدينه جبله، انا ابن مدينه جبله، اللي هجم على اهلي من مدينه جبله اجوا من جبال العلويه، وهن درع الساحل وفلول النظام اللي هجموا، واللي عمل متاريس على جسر الارداحه والمزارعه هن العلويه والسيارات.
سيارات رايحه جايه على الطريق رشوهم كلياتهم، فيهم العلوي وفيهم السني وفيهم الحلبي وفيهم الدمشقي، كلهم رشوهم على الطريق والفيديوهات موجوده. انا ما عم بحكي خطاب دوله، انا ما حكيت ضد فلان او ضد علان، انا عم بحكي الواقع اللي بعثوا لي اياه اهلي من مدينه جبله اللي ضلوا 48 ساعه ما يناموا، وهدوك هاجمين عليهم. يا اخي حاسب على الفعل مو على رده الفعل. اوكي، يعني انت بتعطي الحق لردة الفعل انا ما كمان. عم بعطي حق لحدا يا اخي، انا ما عم بعطي حق لحدا. هداك حكى كلمتين لك يا اخي، قال لي يا انت اخي هلا داعشي انا يا وانت طارق يا ارهابي. طارق يا طارق، انا هلا بجي معك لاخر نقطة، انه خيو لنفترض انه كان في فلول. ليش انتو بضمن هاي ال 14 سنة، وشوف انا ماني مع النظام السابق هذا التوضيح، ليش كنتوا تسبوا بشار الاسد والجيش العربي السوري؟ لانه كان عم يضرب كان عم يضرب على هدول الارهابيين. ثواني بلاك ليست، انا اسف. انا اسف يا جماعه، اجاني تبليغ، اجاني ابلاغ من بعد امركم. نحن 240 واحد على اللايف، من بعد امركم بس تكبيس وتشهير اللايف واشتراك باشاره التيك توك. اي اشاره تيك توك يعني هذه رمزيه، من بعد امركم. تفضل بلاك ليست، اسف قطعتك. شكرا يا جابرييلا، تفضل بلاك ليست. بس اجت له مكالمة هلا شوي وبيرجع. لا هو سألني انه كان الجيش العربي السوري عم يحارب الارهابية. لا اخي، لبوضح لك مفهومك لهالموضوع هذا. اخي انا كنت على الارض، الجيش العربي السوري بين قوسين طحش على المدنية ودبحهم وحمل براداتهم وغسالاتهم على البي ام بي وعلى الدبابات. واضحة الفيديوهات كلها واضحة. هي ما كان عندنا حرب بسوريا الا بين قوسين الجيش العربي السوري هجم على المدنية. هي مقولة حرب بسوريا، هي بعيدة كل البعد. هي بعيدة وين كان هيدا وين كان هيدا الحكي؟ هي هذه بالمدن السلمية. واكبر بجبلة؟ دليل، اسمعني اعطيك دلائل ما الشغلة بالحكي. اكبر دلائل هاي ما بالحكي احكي لي الا بس اعطيك 4 دلائل. اعطيني 4 دلائل. بتنزل على ريف دمشق بالكامل. هلا انت شو دخلك بريف دمشق؟ خليك بجبلة، خليك بجبلة. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، خليك بجبلة. لا اله لك. لا انت مالك، تعرف شو انفختوا لمعلائي. حط كتم. انفختوا لمعلائي وانت عم تحكي عن جبلة. انا عم سوق، طلعت بس لفرجيهم للعالم. انت ابن جبلة، هيك كان عم يصيروا عليك وطحشوا عليك 3-4 ايام وما خلوكم تناموا. من بيت مين انت من جبلة؟ بالله عن جد اللي حضرتك من بيت مين لشوف يا بطل. تفضل. انا من بيت انا ليك افتح لي كاميرا اذا بدك تعمل زلمه. افتح كاميرا. افتح كاميرتك. افتح كاميرا اذا بدك تعمل زلمه. افتح كاميرتك. هلا انا عملت زلمه، عملت زلمه وافتح كاميرا. سكر الباب. افتح عمل زلمه. افتح كاميرا. عامل لي حالك لك انتوا غصب عن راسك زلمه. هو فتح الكاميرا، انا حطيت لك كتم. يا اما بتفتح كاميرتك وبتحكي من طلعات الخلق مثل ما هو فتح كاميرته، يا اما بتنقلع. يلا بعثت لك انا. تفضل. كذاب وحشاة الله كذاب. يا عيب. انا مو مع بشار الاسد، بس انت كذاب. ولك كذاب. انت من بيت مين من جبلة؟ قلي. لك ما راح اقول لك. من بيت قعقور، من بيت الاغا. قلي من بيت مين؟ قلي من بيت مين؟ لك يا راس الغالي، ليش عم تعذب حالك؟ هذا واحد ابن الاحبه جاي بدي يعمل فتنه. العمى بعيونك ما اكذبك يا زلمه. ولك العمى بعيونك. انا ابن الاحبه. ابن الاحبه عم تسمع؟ ابن الاحبه طارق. نزلي شحش. نزلي اقسم بالله شحش. عن بيضاته لمرتك ابن الاحبه. على امك يا ابن الاحبه. زين نزلوه. ما بدي شتائم يا جماعه، ما بدي شتائم لو سمحتوا. يعني بالشتائم عم بنحصر اللايف. هذا واحد كذاب قال له افتح كاميرا، الزلمه فتح له كاميرا. ليش ما بتفتح كاميرتك انت؟ وحاج كذب وحاج نفاق. قبل ما اروح للراس العالي في محمد علي. تفضل محمد علي. أستاذ كيفك؟ شو أخبارك؟ طمني عنك، إن شاء الله بخير.
تمام. والله هذا الكذب يعني ما حش الموجودين الشرفاء هذول تعودوا على الكذب، يعني 14 سنه وهن بكذبوا. يعني انا بدي افهم شغله اليوم اللي صار بشرق الفرات واللي صار مع الاخوه الكرد انا اليوم بستغرب منهم. يعني اليوم بتيجي بتسال اي حدا من عناصر الامن العار هول الموجودين، انا يعني الشر البنيتي ما يضحك، بتقول له انه هيدا كردي خي ما معه جنسيه، يعني صار له مثلا عشرات السنين عايش بسوريا، بتقبلوا الايغوري والشيشاني والاوزبكي والناس هيدي اللي اجت المرتزقه الموجودين كلهم. انا اليوم بيقولوا على حالهم دوله، يعني من وين صاروا دوله؟ يعني انا فرجيني الجيش بجيوش العالم، نحن مغتربين يا اخي باوروبا فرنسا فيها مليون جنسيه، كل اوروبا فيها جنسيات، بس لا في بقلب الجيش في ناس من غير دول، يعني في ناس عربيه بقلب الجيش الامريكي، في بس ما في متطرفين. يعني اليوم عم بيقولوا على حالهم هن دوله، عم يبنوا هاي السرديه على الناس وبيقولوا نحن صرنا دوله. مين اعطاكم انتم دوله؟ يعني انا اليوم مستغرب منهم هالمتطرفين الموجودين بقلب السلطه. طيب مثل امبارح انتم اللي رحتوا على المقابر بلشتوا تكسروا بهالشواهد تبع الناس اللي ميته. هذا اللي كان ظالم واللي كان مظلوم صار عند رب العالمين، ما هيك يا دكتور؟ فانا مستغرب منهم. يعني اليوم هن مين اعطاهم الصلاحيه انه هن صاروا دوله؟ اليوم بعدين الدستور شو بيقول اليوم الدستور بسوريا؟ مين كتب الدستور اليوم بسوريا؟ يعني انا مستغرب هذا بيقولوا حالهم حكومه مؤقته ما بحق لها تعمل اتفاقيات استراتيجيه يا استاذ. يعني اي دوله بالعالم بصير في انقلاب بالحكم او بصير في حكومه جديده مؤقته ما بتعمل اتفاقات استراتيجيه خارجيه. يعني اليوم ما فيها تعمل لا اتفاقات استراتيجيه خارجيه لا بالسلم ولا بالحرب، يعني حكومه مؤقته لتسيير الاعمال. يعني اليوم مين كتب الدستور؟ طيب اليوم مين كتب الدستور؟ برافو عليك، بشرفي انك زلمه بتفهم والله العظيم. استاذ تسلم حبيبي. اليوم هن ضد. اذا اليوم بدي اجيب 10 حقوقيين قانونيين من دول عربيه، يجيبوا من السعوديه، يجيبوا من مين ما بدهم قانونيين، هي الناس الموجوده اليوم كلها بتنحط بالسجن. بكل ضيعه بسوريا بدنا صدناها للاسف، يعني هي الحقيقه والله العظيم. يعني هذا التطبيل والتزمير وهذا الشيء وانتصرنا وعملنا وسوينا. انتم اليوم من يوم ما جيتوا على السلطه شو عملتوا اليوم بسوريا؟ شو صار يا استاذ بسوريا؟ انتبهوا راقبوا الموضوع. اول شيء دقوا بالاخوه العلويه، معلم وحدوا العلويه اللي بخارج سوريا اللي ما كانوا هن لا مع، يعني ما كانوا يحكوا بالسياسه وبالشان السوري ويتدخلوا ويحكوا الدم جمع الناس. ردوا لطوا على الاخوه الدروز نفس الحديث، الدروز بلبنان والدروز بباقي الدول العربيه كمان ضد هالفئه الحاكمه اليوم بسوريا. ردوا هلا بالاخوه الكرد نفس الحديث كمان، كل الكرد الموجودين باقي البلاد كلهم ضمنوا مع اهلهم ومع شعبهم. عرفت علي كيف؟ هي السلطه اليوم جايه عشان تفرق الشعب ما عشان تقرب الشعب. بيجيب لك سرقوا النفط يا اخي، امريكا هي اللي داعمه قسد، وامريكا هي اللي وصلتكم اللي وصلتوا له انتم اليوم امريكا للجولاني وجماعتهم حاطتكم هن بجيبتها تستخدمكم، بس خلصت منكم مثل ما جابتكم بسرعه تنفيكم بسرعه. بس العتره ما هو العتره على الشعب المعتر اللي عم يطبل هي السلطه. اليوم مساطر النظام كل ما بيروح واحد من عوائل الشهداء مثل ما هن بيقولوا عندهم ليتوظف، عمرك كبير ما بيقبلوا. هلا اليوم فتحوا النفير العام وتعال توظف بالجيش، تعال توظف وما شرط العمر، يعني كبير عمرك 50 عمرك 60 سنه عمرك 18 عمرك 19 سنه ما عندهم. هلا طلعان قرار جديد انتبهوا، يعني بس مشان تقدم دم ما عندهم مشكله. يعني اللي انقتلوا من 2011 اللي كانوا هن ثوار حقيقيين اللي سجنهم الجولاني بالعقاب وبغيره. يعني انا مستغرب منه اليوم بيقولوا كان في بسوريا بمكابس ومن هالكلام الفاضي. هي المسرحيه صرنا كلنا فاهمينها وسمعانينها. يروحوا يجيبوا ناس يا اخي ناس حقوقيين يفوتوا على سجون العقاب بإدلب. شكرا محمد علي. تمام شكرا لك. ادريان انت طلبت جيست طالعتك وبعدين نزلت. مرحبا استاذ هاني يعطيك العافيه. انا اسف بعد ما قبلتني جاني اتصال وانقطع النت للاسف. ما في مشكله. انا والله بعد بس ثواني. ايه تفضل. عقيد انا بعد ادريان راح اجي لعندك. تفضل ادريان. والله استاذ هاني اول شيء يعطيك العافيه حبيبي، يعطيك العافيه يقويك. والله الصراحه طلعت انا اسال بلاك ليست على سؤال باعتبار نحن مشتركين بنفس المدينه بسوريا، واثنيناتنا اكيد عندنا اهل هنيك. فنحن كان بدي اعرف انه اذا بالايام الجايه ممكن ايش التوقعات ايش راح تكون. نحن هون على نار على كلنا عايشين برا البلد وخايفين على اهالينا هنيك، فما بعرف ايش هو الترتيب بعدين ايش راح يصير شلون. هلا هو اكيد سؤال كثير صعب هذا مني، وهذا يعني يعتمد على خلينا نقول تنبؤات، لكن والله بصراحه عم نعيش يعني بصراحه لحظات كثير صعبه ونحن عم نستنى ونترقب ايش راح يصير. فللاسف بلاك ليست نزل، والله كان بدي اساله، فممكن تخليني على الجيست لبين ما يرجع.
ما اذا في بدك انا فيني جاوبك جواب بسيط عن الموضوع. تفضل حبيبي. قال زياد الرحباني عم يطلبوا حريه، قال له ولك ما البغل بيلبط لبطه بزتني ببلد تاني، فانت ما رح تتوقع لهم شو رح يعملوا بعدين. خي بس تمام. عقيد تفضل عقيد. انت تحياتي لك عقيد استاذ. انت عقيد ما غيرك مغير البروفايل؟ إيه ما غيره استاذ هاني. تحياتي لك وللشباب. انا عقيد لك، انا حلبي انا. ايه تحياتي لك ولضيوفك الكرام استاذ هاني. اليوم نحن وعانين بالمصيبه، وعانين نحن الله وكيلك، يعني متاهات للظلام دامج جايتنا يا استاذ هاني. يعني عدم المؤاخذه من يومين لفكوا السجون رقمي 11 وتغلغلت بكل انحاء سوريا. تعرف استاذ هاني اليوم بشي ساعتين علقان بين القوات الامن ابن الشوارع وبين الرقم 11 بالدير الزور اكثر من 23 قتيل. بتعرف استاذ هاني من يومين كمان كانت علقانه بادلب اكثر من 65 قتيل من امن العار بعد بيحكوا فيها. بتعرف انه الرقم 11 وصلانه يا حمص منطقه اسمها كرب الزيتون، ما بعرف لهونيك، ما بعرف المناطق دي، كرب الزيتون خالديه كمان رايحين قتلى شيء مو طبيعي استاذ. طب ليش ما عم بيحكوا فيها؟ استاذ هاني انا ابن سوريا وانت ابن سوريا، يا اخي بدنا نوحد سوريا صح؟ طب شلون بدي اوحد سوريا وقنيطره بعيده عن عيوني يا استاذ هاني؟ شلون بدي اوحد سوريا؟ بدي ازحلها على جبل الشيخ على الثلجات وبعيده عني يا استاذ هاني. طب انا مو من حقي رجعوا لي جبل الشيخ؟ مو من حقي اروح اطلع هيك اتزحلق انا والعيله والاولاد يا استاذ هاني؟ طب خيو جيبوا لي قنيطره، رجعوا لي جبل الشيخ يا اخي، بدي افوت زياره على السويدل على اخواننا دروز، خذوني معكم. يعني ليش انتم متجهين باتجاه الساحل وباتجاه اخواننا الكراد؟ يا اخي طب فوت على القنيطره مره واحده خيو، تمشاي بس تمشاي، جربوا حالكم اشكون. طب القنيطره مو سوريه هي؟ لك جبل الشيخ مو سوريه؟ شو واحد بدي الزحلق؟ استاذ هاني تعرف الله موسم الزحلقه بالحمام ما بصير استاذ على الثلج يعني متعودين احنا نتزحلق على زمان بشار الاسد امير المؤمنين والمؤمنات المسلمين والطاهرين، واحد كان يتزحلق اقل شيء بالسنه المواطن السوري كان يتزحلق له شيء نص ساعه. هاد لك حتى الجنوب يعني حرموا علينا يا استاذ هاني، والله ما هي منطقيه. انا بدي اوحد سوريا يا اخي، بدي اوحد سوريا بس بدون قنيطره وجبل الشيخ وسويدا صعبه يا استاذ هاني. مشان الله اذا في لك اتصالات مع وزير الدفاع برتقان ابو سره واسعد الشيباني المشيب واولاد الحاره كلها حكينا معه، خلي يرجع له قنيطره استاذ هاني، ايدي بزناره قنيطره خيو، ما بدنا جبل الشيخ خيو سويدا معلش ما بصير يا استاذي، والله ما بصير. حسبي الله ونعم طيب الراس العالي حابب يقول شيء، تفضل. انا استاذ هاني من اعظم واحد مرق علي من حلب هو ابن الوليد. هلا اجى هذا الثاني ابو صحيح، حياة اختي صرت حبك يا حلب، يعني ما بقى انا حلب بالنسبه لي صارت رقم واحد. كذب الزلمه حق معه والله العظيم احلى عالم، والله احلى عالم بشرف فيه. بدك تحبها ولاجل انه بدك تحبها بعت له ورقتين للعقيد. وينه العقيد؟ وينه؟ والله كان عم يحكي معنا من حلب. هي 10 مو ورقتين، تكرم عيونك. والله على راسي لك يا راس العالي، المشكله مصيبه مو هون، لك تركيز 600,000 عائله 600,000 عائله بالمحرر، لكن بتعرف انه معناه لك ايه مو الزحلقه اطلق لي على الحاويه وصلاه محمد يكون في منك اثنين، لك بس يكون في منك اثنين، في من الزبالات كثير ولا يهمك. كنت طلعتك على فوق والزحلات على التراب كان اول يحفروا جوار. ما في ثلجات، ما في عندنا الثلج بحلب يا حبي يا حبي، ما بده ثلجات بحلب. لك جدبيه ما بده ثلج تبرق طشت ذاتي يا ايش اسمك انت ذاتي انا اخذت الزحلقه من هنيك مقلعه الحلبه، انا تعلمت هنيك. الله انا تطورنا بدنا نزحلق فوق الثلجات لك. وحق المصحف يا هاني لنكيف والله لنكيف. طيب عقيد ان شاء الله بتتزحلق عن قريب، ان شاء الله بتتزحلق عن قريب. دمار تفضل دمار. استاذ هاني يسعد لي مساك، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ راس العالي كيفك يا خيي؟ هلا حبيب القلب، الله يسعدك يا حبيب قلبي. حبيب قلبي استاذ هاني،
شرف الاخ بلاك. اول شيء السلام عليكم استاذي. هدول الجماعه هلا اذا بدنا نحكي نحن فيها بالتسلسل، حكينا كثير وجينا لعندك وحكينا كثير. اذا بدنا نحن نجي من الاول للاخير منطول كثير. اذا بدهم يقولوا لك نحن حررنا، ولك يا اخي انت شو حررت؟ اذا بدي اجيك على الحريه تبعك اللي انت عم تحكي فيها، ما انت تميت 6-7 سنين محبوس بمنطقه جغرافيه عباره عن ارض ومحبوس فيها، ومثل عفوا من هالكلام ما بدنا نزفر، نحن محبوسين مثل الحيوانات جوا، ما عم تقدروا تتحركوا. على شو تحررتوا؟ التركي كان عم يدعمكم ويمدكم، صار اتفاقيه، طلعتوا عملتوا. اذا بدي اجيك انا على بشار الاسد، اذا بشار الاسد لو اعطيهم 10% من اللي اعطاهم اياها الجولاني اليوم، بشار الاسد كان بيتم على كرسي وبيحكم الشرق الاوسط كله. اللي اذا انا كذاب قولوا لي كذاب يا اخي. اليوم عند الفات على الكراد والله بشار الاسد اشرف، والله كان عنده شرف بشار الاسد. اليوم عم يقولوا لك نحن اخذنا الحسكه والرقه ودير الزور وهي المناطق. يا اخي انت كيف اخذتها؟ تنشوف كيف اخذتها، فهمني كيف اخذتها. ما صار لك سنه وشهرين، هلا سنه وشهرين. ما عند ب 28 الشهر الماضي عند عملته مبارك مع مظلوم عابدين وهدول البني ادمين، قال له تعال يا جولاني نحن منا 75% مثل الكويت يعني. قال له منا 75 من النفط اللي بده يطلع. ما مظلوم عابدين ما كانوا متفقين معه هذا الاتفاق. الجماعه هن بيشتغلوا بالمصاري، اللي بيدفع اكثر بيتم. قالوا له منا 75 من النفط، قال لهم 75 ما في مشكله. ومن ثروات سوريا انتبه كلها 75% اتفقوا معه الامريكان. يعني هلا شيل الامريكي وشيل الاسرائيلي وشيل التركي يشيلوا ايدهم عن هذا البني ادم، بتحداكم تحدي اذا بيبقى 24 ساعه على محله، بس شيلوا هدول 3 دول، لان هدول عن طريقه بعضهم عم يمشوا. بلا اذا بدي اجيك انا على قيادات جيشهم استاذ هاني، طيب فرجيني اعطيني شخص واحد منهم يحمل شهاده نظاميه 100% انه هو دارس وعامل دورات وعامل بالكليه الجويه او باي دوله كانت. اذا بدي اجيك انا بغض النظر نحن عن الضباط القديمين اللي كانوا بسوريا، نحن ما عم ندافع عن الضباط القديمين، بس يا اخي هذول كانوا يعملوا دورات بروسيا، كانوا يعملوا دورات بايران، ودارسين بالكليه الحربيه وبالكليه الجويه. مين ابو عمشه وين دارس حبيبي؟ كان يسوق تراكتور ولا يصب باطون ولا يشيل تنكه؟ حيدر شاه لمين؟ لقطر ولا لمين تابع؟ ما بعرف. ولا العمشات والحمزات هذول لمين يا عمي؟ بس بدنا نعرف نحن يا اخي، نحن غشمه، نحن شعب غشيم. عفوا منك استاذ هاني، اذا بدي اجي نحن شعب غشيم يا اخي. معناتها حبيبي في شغله حطوها براسكم يا بني سميه بني اميه. وانا حلبي، انتبه استاذ هاني، انا من حلب الريف الجنوبي من الماكي المطار. ما بدك تزحلط مثل العقيد؟ لا يا استاذي الله يخلي لي اياك يا استاذي، نحن والله العظيم نحن انا زلمه طلع، انا زلمه مهاجر برا سوريا من 2006، بس اليوم خلينا نحن نحكي واقع. لا خليتوا حرمات قبور، ولا خليتوا بنات، ولا خليتوا صبايا، ولا خليتوا ختايره، ولا خليتوا اولاد، ولا خليتوا ما خليتوا حرمات شيء. علقتوا الناس ببعضها، كرهتوا الطوائف ببعضها، ما خليتوا شيء وسخ بهي العالم. كلامك صح. ما خليتوا شيء وسخ، ما خليتوا شيء وسخ الا قمنا من كاريس وانا براغار. كلامك صح، كنا بكاريس صرنا براغار. دمار يا حبيبي انا اليوم اذا بدي اجيك دمار اسف عم بقاطعك. كمان اجاني ابلاغ يا جماعه، نحن تقريبا 300 واحد على اللايف. من بعد امركم بس تكبيس وتشهير اللايف والاشتراك باشاره التيك توك، يعني اشاره رمزيه ما لها قيمه. من بعد امركم فضلا وليس امرا. يعني 300 واحد صرنا تقريبا 3/4 ساعه فاتحين 11,000 لايك. من بعد امركم. بس استاذ هاني اسمح لي بس اذا سمحت، بس الاشتراك بالقلب هو مو اشاره التيك توك. يعني من فوق جنب اسم مستر نايس في اشاره القلب، بتدخلوا عليها بتشتركوا بالقلب. يعني هي 1 كوين مثل اشاره التيك توك، بس هذا الشيء بقوي اللايف. فاذا سمحتوا تشتركوا بالقلب، يعني مانو هذا الشيء العظيم، بس كرمال اللايف. تفضلوا. شكرا لك جبريلا. طيب دمار باختصار، لاني بدي اخذ الضيوف باختصار. استاذي
استاذي العزيز، باختصار نحن مع احترامي لاخواتي الموجودين والشرفاء الشرفاء، لكم شغله، هي اليوم بيقولوا لك نحن دوله. الدولة أنا بعرفها دولة موحدة، يعني علم واحد موجود بدولتك. اليوم يا أستاذ هاني عندنا نحن كم علم مرفوع بدولتنا أو بسوريا بالأحرى؟ عندك روسيا، إسرائيل، تركيا، أمريكا. يعني لا حد يجي يقول لك اليوم فرنسا، امبارح ما بعرف إذا سمعتوا، اليوم فرنسا وروسيا راح تنسئل اليوم، هي راح تمسك الساحل كاملة. ما حد يجي يقول له، يعني الجولاني لا له حكم ولا له بطيخ مسمر. وحلب، اما بالنسبه لحلب نحن رح نصير مواطنين تركيين باذن الله تعالى. حلب وادلب لحد بده ياخذوا نص حماه مع شو وين، مع تدمر، مع صحراء تدمر، لان الجماعه بنوا فيها قواعد. انتم خرجكم تطالعون منهم؟ ما انتم، ما عفوا منك استاذ، بس الواحد اجباري بيحكي، ما انتم جيش مرتزقه، جيش مرتزقه، معك الشيشاني والقوقازي والفرنسي والياباني والمصري والاردني والما بعرف منين جايب لي هون. اليوم الجواز السفر السوري متاح للارهاب، دوليا صار متاح للارهاب، لان اليوم في هذول اللي عدت لك اياهم الاغلبيه اخذوا جوازات سوريه وصار عندهم جوازات سوريه. اليوم انا اذا كمواطن سوري بدي اروح اطالع جواز عند الخبط الجولاني وقال راح يصير هذا الجواز الامريكي او جواز ما بعرف شو، راح تفتخر فيه؟ مو راح نفتخر فيه، الله وكيلك ما راح يفوتنا حتى على الحمام، حتى على الحمام نتزحلق ما راح يفوتنا هذا الجواز. قلنا لك مشان هيك ما حد يجي، قلنا لك يا حبيبي، من شان هيك ما حد يجي يقول لي والله انه سوريا هي مناطق نفوذ بالوقت الحالي، وراح تتم مناطق نفوذ لما يشوفوا شو بدهم يعملوا. وبالمختصر المفيد، بس الامريكان والاسرائيليه والاتراك يشيلوا ايدهم عن هالحيوانات هدول، بتحداكم تحدي اذا 24 ساعه، يمكن ما يكملوا ال 24 ساعه اذا بيتموا بسوريا، لان هن معروفين. واكبر خطر هلا الموجود استاذي، باخر كلمه، اكبر خطر موجود هلا هو عباره عن بركان، واذا انفجر هذا البركان انمحى حتى العراق، انتبه راح تتاذى العراق. اذا انفجر مخيم الهول، انت عم تحكي عن 24,000، عم تحكي عن 24,000 بني ادم جوا بمخيم الهول. اذا انفجر هذا بركان، راح تنتهي سوريا والعراق. مشان هيك العراق هلا حطت كل جيش على الحدود، مشان هيك معروفه سوريا بلد الارهاب. هلا بلد الارهاب بالعالم هي سوريا، وحاج تقولوا لي دوله وسوريا وتطلعوا وتنقزوا وفي هي 250 بني ادم تحت. لا بقى تكذبوا على بعضكم، حاج انسوا الموضوع والسلام عليكم. ما تواخذنا استاذ هاني، طولنا. صح والله كلامك صح. نحن من 60 لا سوريا الحمد لله، الحمد لله المخيم اللي هو انفجرت من 3 ايام، ما لها خبر ليه؟ فجت طيب من زمان بس الحمد لله. عقيد ثواني. دمار راح اخذ مكانك. اهلا وسهلا فيك. تفضل. هاني معلش لو تطالع حدا اذا ما مشترك بالقلب، لانه هذا الشيء بضر اللايف. ما راح طالع حدا. ادريان اجى بلاك ليست، كنت حابب تساله سؤال. ايه استاذ هاني يعطيك العافيه كمان مره. حبيبي بلاك ليست، تفضل. بلاك ليست موجود. كيفك معلم؟ شلونك؟ احونا على عيني يا بشير. ايوه ما كنت موجود، سالت السؤال لك بالذات. والله تعرف قلت لهم انه انا وانت مشتركين بنفس المدينه اللي نحن منها بسوريا، فتعرف هلا الوضع شوي مكركب وعلى نار. نحن اللي برا، عرفت علي؟ فايش تصورك للمرحله الجاي؟ لانه عم بتخيل هيك براسي هيك صور وشغلات ما بدي اتخيلن، يعني عرفت شلون ايش راح يصير ممكن اذا صار ما صار وفات. فاذا عندك شيء هيك رؤيه او شيء خبر معين او شيء معلومه تفيدني فيها، لانه تعرف المشاعر شلون هلا حاليا. عارف شلون؟ بعرف هذا الشيء وحاسس فيك. اهلا وسهلا فيك خي. حبيبي هلا انا ما يعني ما بعلم بالغيب، مو هيك بتنقل. طبعا انا قلت لهم انه بس هذا مثل ما وصلت لي صورة. شوف أنا ماني مع سياسة قسد، بس ماني مع هدول الكلاب يدخلوا على الجزيرة، تمام؟ فأنا بهاي المرحلة أنا معهم قلبا وقالبا. والإخوة الكرد يعني مستحيل يسلموها للأسف. ممكن يعني هاي توقعاتي إنه راح تصير مجازر،
لأنه هدوك بقم هدول، وبتعرف أنت بالماضي إيش عملوا خلال هاي السنة. فأكيد يعني رح ينأذى الشعب، لأنه هن بيفرضوا عضلاتهم بس مع اللي ما معه سلاح. يعني هن ما بيهاجموا جيش نظامي، هن عم يهاجموا مدنيين يعني. بس أكيد نحن عم نصلي لهم إنه الكل يضل بخير، شعب سوريا كله يضل بخير. وهي المسألة مسألة وقت يعني، وصار في خيانة عظمى من أمريكا وفرنسا، وهلا هن بس بحاجة وقت يعني. وإذا كسبوا هذا الوقت تفضل. يا جماعة أنا بدي حدا من جماعة العصابة الموجودة بدمشق. بدي حدا يطلع من جماعة العصابة الموجودة بدمشق. أبو سلطان العقيدي. أحونه يسلم كثير بلاك ليست. شكرا كثير. أهلين. أبو سلطان العقيدي، أنا بطالعك، ولكن إذا بسمعك شتمت شتيمة واحدة بدي نزلك. اشترك بالقلب الأول مشان ما لا يبلغ ولا شيء. أبو سلطان اشترك بالقلب. اشترك بالقلب لطالعك أبو سلطان. يعني الليفل تبعيته 17 وما أنا عرفان يشترك بشقفة قلب، كلها على بعضها 1 كوين. تمام اشترك. طيب تفضل يا أبو سلطان. وبدي حدا تاني. هذا أبو سلطان ما غيره؟ ايه هذا نفسه. وفي عندك أبو علي القلموني كمان. أبو علي إذا بتشترك بالقلب اطلع. تحياتي عمو هاني. تحياتي ما كان ناقصنا غير يفتح الكاميرا. عمي هاني الحنون كبر لي صورتي. عمي هاني الحنون كبر لي صورتي. كبروا له صورته يا جماعة. بتسلم على هاني، ما بتسلم علينا. حياكم يا مرحبا ويا مسهلا. حياكم ويا مسهلا منا وعليكم قلقلة. عمي هاني كبر لي الصورة. الله لا يوفقك ابو سلطان. انت هون ما رح نكبر لك صورتك لانه خليك جنب التحميله بتلبق لك. لا كبري لي الصورة. انسة جابريلا، انت صديقتي. انسة جابريلا انت صديقتي الدك. خلص راح اكبر لك الصورة يا زلمة. انت ما فيني اكبرها لانه الجست 10 الجست 10 ما فينا كبر لنا نكبرها. اياها عمي هاني هسه ما تعرف تكبر الصورة يا رجل. خلص مشي عندك حالك. مشرفين وإدارة. خلص لغينا لك جست. انت وهالاديداس تبعك. حياكم الله وبياكم يا شباب. اتخذ القرار. فخامة الرئيس أحمد الشرع حفظه الله ورعاه سيكون هو قائد المرحلة. سوريا واحدة موحدة. بعد الحسكة والقامشلي بعدما أن يتم الأمر إن شاء الله سنذهب إلى السويداء، وسيتم تحرير السويداء بقيادة العميد قائد الأمن العام سليمان عبد الباقي والشيخ حفظه الله ورعاه له كل المحبة والاحترام الشيخ ليث البلعوس أبو وحيد. سوف يتم تحرير السويداء من عصابات الهجري، وستكون سوريا واحدة موحدة. ومن بعدها بدنا نبني سوريا إيد بإيد. ايمت هذا الحكي ابو سلطان في توقيت نكون اخوان، والكردي والمسيحي والعربي ابو سلطان ايمت ممكن تعطينا توقيت؟ كلياتنا بدنا نعيش يد واحدة قلب واحد على هذا الوطن، وسنبني الوطن حجرة على حجرة وحاج يازي. وبدنا نستقبل عم هاني عندما يأتي على الشام. بدنا نستقبله بالمطار. اكتموا عم يقرا الورق. ابو سلطان اعطيني دقيقتين. انا لسه ما خلصت يا عمي هاني. بدنا نتكلم سياسي. ايش خطوة جماعة؟ اعطيك دقيقتين. ما حدا اعطوه دقيقتين يا جماعه. ما حدا قاطعني يا شباب. طيب تاخذ دقيقتين بس بشرط ورجيني اسنانك. بتاخذ دقيقتين. الله لا يوفقك. لا ليش؟ يا شباب حطهم كتم يا شباب. خلوني بدي ابلش كلامي. استاذ عمي هاني، الكرد، الدروز، المسيح، العلويون، كلياتنا بدنا نعيش بهذا الوطن أخوة. بدنا نبني الوطن. كردستان يوخ، روجافا يوخ، إقليم أوغاريت يوخ، جبل باشان يوخ، تقسيم يوخ، انفصال يوخ. سوريا ياك.
سوريا بير، سوريا 1، سوريا سوريا ليست قابلة للتقسيم والانفصال. عجبكم يا مرحبا ويا مسهلا، ما عجبكم هاي الحدود اطلع عن برا. البلد هذا اتخذ القرار بدنا نعيش كلياتنا على هذه البسيطة، على هذه البقعة الجغرافية الممثلة ب 185 ألف كيلو متر، لا ناقصة متر ولا زايدة متر. ويا من يتغنون بأن الجولان راح منكم وبأن القنيطرة راحت منكم، ترى هذا حكي فاضي. الجولان إن شاء الله راجعة ولكن بدها شوية وقت، والقنيطرة والسويدة ودرعا موجودات وبأمان وشعبها موجود والأمن العام موجود. وأستاذ عمي هاني أريد أقول لك كلمة، حطها حلقة بإذنك. أحمد الشرع هو القائد، هو الضابط بهذه المرحلة الانتقالية. بعد 5 سنوات بده يصير انتخابات وبده يرجع ينجح أحمد الشرع، بده يصير 4 دورات متتالية 35 سنة. أحمد الشرع قائدا لسوريا، وإن شاء الله سيبقى هو القائد الوحيد الموحد لهذه البلاد والعباد. والسلام عليكم. مازوت شحاطات خبز ميكن مازوت. تمام. ابو سلطان انت قلت السويدة. هلا اليوم الاكراد حطوا ايدهم بايد الامريكان، ولكن الامريكان خذلوهم. انا معك 100%. تمام. ولكن اهل السويدة حطوا ايدهم مع الازرق. الازرق هو الذي يتحكم بامريكا. فمعلش ممكن يصير شيء عند الأكراد، ولكن مو بالسويدة يا أبو سلطان. سيد الكريم بمثل عندنا يقول: يا رفع خشمك بخشم غيرك، ما عليك إلا المذلة والمهانة وكسر الخشم يجي على ابن المنطقة. سيد الكريم، هل تعلم أنه في السويداء 3/4 اليوم أصبح فيها شرخ كبير؟ الناس في السويداء ضاق بها ذرعا، الناس بالسويداء ما يقدرون يعيشون بدون ياسمين الشام. الشعب بالسويداء يكابر بس بعد اذنك سكر الكاميرا، ولكن سوف ياتي الى لك يا اخي. انت حط كتم هالساعه لك سكر لي الكاميرا بقى. جاي اتجوز بنتك يعني، جاي اتجوز اختك يعني، جاي اتجوز بنتك يعني، يروح يلعن شرفك اخوك. كس اختك كس اختك اخو الشربوطه. سكرين انا ابوك. روح كس اختك اخو الشرموطه. يا جماعة ما بدي شتائم يا جماعة. فان دام لو سمحت عم بيحضروا اللايف لما عم تصير شتائم، خلي يحكي اللي بده اياه يا اخي. ما بنقدر كل واحد يحكي رأيه ننزله او نسبه. انت ايش حكينا له؟ سكر الكاميرا. غلط هو الغلط. اخي اتركوا لك يا استاذ علي والله. فان دام فان دام حط على وش واحد يعني بيطلع بشيء وش حلو، وش نظيف، ملابس بالكان كذا. هاني شاكر شباب عجبني واحد يعني عجبني فان دام شباب. ممكن نهدى هيك شوي؟ خلونا نعطي المايك لابو علي القلموني. انا كثير بحب حكياته. خليني اسلم على سيموشا. اهلا وسهلا سيموشا. مساء الخير، كيفك؟ اهلين يا سيموشا. ابو سلطان يا جماعه، عم تسمعوني؟ عم تسمعوني انا؟ عم نسمعك. لا سمعتوني لما حكيت، ما بعرف انا كنت عم بحكي بس حسيت انه كان معطوش. هلا عم نسمعك. مساء الخير بلاك ليست، جبريل، عمي هاني، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. ماشي، انا رح اكون معكم، رح اتكتم واسمعكم وبعدين بعطي مداخلتي. تفضلوا. طيب فان دام بدون شتائم بعد امرك، يعني تعرف انت اخوي، لاني عم بيحضروا اللايف بالشتائم. عرفت شلون؟ يعني بس ما عم صير مسبات عم بنحضر اللايف. طيب ابو علي قلمون، شو رايك بكلام ابو سلطان؟ يسعد لي اوقاتكم، تحياتي للجميع. الاخ ابو سلطان، الله يسعدك اخي بليست. الاخ ابو سلطان، كل التحيات لك حبيب قلبي، لانه حكى كلام
على القصديه وحكى كلام، انا لا بدي اقول انه والله هو زلمه صح 100% ولا بدي اعارضه، بس لانه حكى كلام معارض لا فان دام وغيره صار يطلع يقول والله وشك مثل قفص حبيبي لا حبيبي لا لحظه خليني انا سقت له بس لانه قلت له سكر الكاميرا ما بصير حديثه نهائي. مالك حق تقول له سكر الكاميرا. انا حديثه ما علقت عليه. الزلمه عم بيحكي كلام والزلمه عم بيحكي كلام ان كان ضد القصديه ولا طب اوكي ولا انا مالي لا بالقصديه ولا بالاسديه. هذا حر برأيه الزلمه يا اخي. مالك اذا فتح كاميرا ولا لا؟ مالك يا اخي. انا ما ناقشته على الحديث اللي حكاه يا حبيبي. ناقشته قلت له سكر الكاميرا غلط علي بس. مالك حق ما قلت له انزل ولا قلت له مالك حق تقول له افتح كاميرا سكر الكاميرا. الزلمه عم بيحكي كلام. انا صاحب القصه عم بقول له سكر الكاميرا. لا حول ولا قوه. ما قلت له شيء، ما غلطت عليه. طيب ما هو عبر عن تربيته بالغلط اللي غلطه. شوف تمام. انا بغلط اكثر منه، هو عبر عن تربيته. الزلمه عم بيحكي بكل ادب واحترام وعم بيحكي يا اخي انا ما بحكيه. انا ما ناقشته. خلص مشينا من ابو سلطان. خلينا ما ناقشته بحديثه بس زلمه تافه هو. خلص شينا من ابو سلطان. تفضل. انا كلامي واضح وكلامي واقعي ولا في تطبيل ولا في تزمير ولا في تمسيح جوع. يا عمي سوريا موحده لكافه الشعب السوري، لا لتقسيم ولا فدراليه. هذا الكلام حكيته على قصات كثير ومن شهور كمان وتحدونا، وانا لاني مسؤول بالامن العام ولا انا زلمه ليكني بتغرب وعايف حالي، ولكن راهناهن. وسمير متيني طلعت عنده قيس كمان وقلت له فيدراليه ما عنا والشيخ مقصود، وهي المناطق هاي بدها تروح، مو بدها تروح من ايدكم، بدها ترجع للشعب. وجايين على شمال شرق سوريا وجاي الدور، يعني عرفت؟ مو جاي الدور على الاكراد، لا الاكراد لا حول ولا قوه. هلا اجاني التليفونات والاكراد هن جزء من الشعب السوري، تمام؟ انا ما قصدي على الاكراد، انا بقصد على القصديه. الكرد جزء مكون من الشعب السوري، لا يمكن تهميشه ولا يمكن انكاره. تحيه للاكراد الشرفاء. وعلى فكره في اكراد كانوا يقاتلوا مع الجيش الحر، يعني ما كانوا، واللي ما كان يقاتل ما كان يقاتل ضدنا، كانوا هن جماعه بدهم دوله وبدهم اقليم وعم يحلموا بحلمستان. بس بالنهايه سوريا ان كانت علويه ولا سنيه ولا درزيه ولا مسيحيه ولا يهوديه، كلنا رح نعيش ونتعايش مع بعضنا غصبا عنا، مو بكيفنا، تمام؟ فانا بتمنى من الاكراد الشرفاء يلي عايشين بشمال شرق سوريا يوعوا لهالمخطط القذر يلي عم يحيكوا مظلوم عابده واتباعه، يلي امريكا كانت سند بظهرهم وبعتهم بشرة بصلي بعتهم. انتوا بتعرفوا كل هالحكي. امريكا سحبت ايدها عن قوات قصد، سحبت ايدها خالص، وهلا صاروا مثل الارانب يهربوا. اللي تكمش كل خرا ولك قلمون ايه فيك وبثورتك ولك وبعلمك اخو الشرموطه. الكراد كلهم شرفاء ولك. لا هيك انت عم تغلط. ولك اخو الشرموطه بدي اقلع عن ابوك. هاني ما في كردي ابو شريف ولك. انا ما بدي غلط ولك والخرا لا تقول الكراد لا تسبي عرضي ما في خراس ولك. خراس يلا عن ابو شرفك كلب. ما في كردي ابو شريف ولك. خوانا ولك. خوانا ذيل التركي ولك. لا تغلط ذيول التركي يا خوانا يا كلاب. خوانا عم تحكوا بالشرف ولا عم تحكوا بضفاير الكرديات اللي صرمايتها تسواك وتسوى وتسوى علمك يا كلب. خراس ولا خراس يلا عن ابو شرفك كلب. خراس الكراد الشرفاء ولك كل كردي صرمايته بكل خاين بكل ذيل للتركي ولك طالع تكي بالكراد الشرفاء. ليش احنا في عنا كردي مش شريف؟ يا كلب يا حقير. يا جماعة حابة أقول لكم بالنسبة للدولة، الخونة العرب لما دخلوا حررتونا ولبت وليش وانبسطوا. اليوم ما في كل خرولك بحبحب ولك محشش. انزلي لعن أبو إجرك. استاذ هاني شكرا. طبعا حبيت بس اقول له ما في كردي كل الكراد شرفاء صرمايتهم فيك وبامثالك يا خونه. استاذ هاني حابه ازف لك هذا الخبر. ايام الكراد كانوا بالرقه
كانوا يعطوا المازوت بنص القيمة، يعني بنص القيمة يشغلوا الأمبيرات بيعطوه من الدولة. اليوم وقفوها لأول الرأس حنجلة. والله يا شوايا، والله يا أهل الرقة، والله لا تبكوا دم. والله أحب أقول لكم اليوم الأمبيرات ما اشتغلوا لأنه قالوا لهم ما ضل مازوت ببلاش، يلا سربسوا. لا تشوفوا الفرق والأيام جاية. الكل